كرام في فيديو جديد لتوقعات المباريات كأس العالم فيفا قطر 2022. نبدأ بأول مقابلة. توقعات مباراة اليوم الخميس 30/11/2022، مقابلة المنتخب الأسترالي والمنتخب الدنماركي. هذه المقابلة الاحتمالية الأكبر هو فوز المنتخب الدنماركي بهدفين فما فوق، لأن المنتخب الدنماركي يعني لازم يفوز بأكثر من هدفين حتى يترشح، يعني في صورة ما يعني فوز تونس بهدف لصفر على فرنسا، يعني لازم الدنمارك تفوز بهدفين فما فوق. أنا أتوقع أن الدنمارك سوف تسجل هدفين أو أكثر في هذه المقابلة. من الأفضل يحب يلعبها أوفر 1.5. يلا نشوف المقابلة الثانية، وهي بين المنتخب التونسي والمنتخب الفرنسي. أتمنى صراحة أن المنتخب التونسي يفوز على المنتخب الفرنسي، ولكن هذا صعب إذا حدثت معجزة في كرة القدم، ويا رب أن تونس تفوز. أنا أتوقع هذه المقابلة يعني فيها أكثر من هدفين، أوفر 1.5. نشوفوا حبيبي المقابلة اللي بعدها، وهي بين المنتخب البولندي والمنتخب الأرجنتيني. أنا أتوقع أن المنتخب الأرجنتيني لن يفلت هذه المقابلة، وسوف ينتصر في هذه المقابلة يعني بهدف أو أكثر. والأفضل أنك تلعبها إندر 3.5، أقل من 4 أهداف. إندر 3.5 أقل من 4 أهداف. يلا حبيبي نشوفوا المقابلة اللي بعدها والأخيرة بين المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي، ويا رب السعودية تفوز. أتمنى أن السعودية تفوز، ولكن هذه المقابلة صعبة جدا جدا على المنتخب المكسيكي، على المنتخب السعودي. المنتخب السعودي أنه يستحق، سوف يلعب على التعادل يرشح إلى الدور 16. أنا أتوقع هذه المقابلة فوز السعودية أو تعادل الفريقين. الاحتمالية الأكبر هو التعادل بين الفريقين، وألعبها أوفر 1.5 هدفين فما فوق. إلى هنا حبيبي الكرام ننتهي في توقعات المباريات اليوم الغد الخميس. توقعات مباريات الغد الخميس 30/11/2022. دمتم بخير، نلتقي في مواعيد رياضية قادمة، وإلى اللقاء.